دي سلسلة اكل جاهز على الطبخ على طول، لو حلو هقولكوا جبته منين، لو وحش هقولكوا ما تجربوهوش. انا كان نفسي في حواوشي فجبت نص كيلو حواوشي، ده متبل جاهز على ان انتوا بس تسخنوه، فقلت اما نجرب. النص كيلو عمل 6 رغيفة عيش بلدي متوسط، لو عايزين تستبدلوه بعيش شامي براحتكم، وعايزين تستبدلوه بأحجام تانية براحتكم. مهم ان الكمية دي عملت 6 رغيف عيش بلدي متوسط مستريح جدا. فردتهم في صينيتين علشان كل رغيف يبقى محطوط كده لوحده، ياخد التسوية لوحده، ميبقوش محطوطين فوق بعض. وحطيت على كل صينية سمنة من تحت، وعلى الرغيفة برضو من فوق سمنة. وبعد كده دخلتهم الفرن. انتوا المفروض بتدخلوهم 10 دقايق، وبعد كده تقلبوهم على الوش التاني 10 دقايق تاني، او على حسب التسوية بتاعة الفرن بتاعتكم. بس انا عندي اخدت 10 دقايق، طلعتها بعد 10 دقايق قلبتها على وشها بقى. بصوا اللون فظيع بجد، وكان فعلا ابتدت اللحمة تستوي، والعيش كان بجد يعني السنة كمان وكان هيتحرق، فهم 10 دقايق كويسين. وهنا بعد ال10 دقايق التانيين كنت طلعتهم، شكله تحفة، الريحة كانت قلب البيت كله. قلت بقى اما اجرب وادوق، طلع حلو قوي. دي حواوشي انا جايباه من ميت مارت، من على طلبات، ب119 جنيه. النص كيلو كفة 6 رغيفة، وبجد حلو، جربوه.